السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي وصفة مجربة ومضمونة. والله وصفتنا لليوم كثير فخمة وسهلة وطيبة. أقراص بحشوة الدجاج. لازم تحتفظوا بهالوصفة وما تنسوا تشاركوها. بتمنى منكم تحطوا لي لايك وبتمنى منكم دعم قناتي. ويلا نبدأ خطوة بخطوة وبسم الله. كل المقادير تجدوها على الشاشة وفي صندوق الوصف. أول إشي رح نبدأ بالعجينة ونبلش بسائل التخمير. في وعاء زجاجي عميق رح أضع فيه 3 ملاعق طعام ممتلئة خميرة أو باكيت ونصف، وأضيف فوقهم 3 ملاعق طعام ممتلئة سكر، 6 ملاعق طعام ممتلئة حليب بودرة. نخلطهم مع بعض جيدا ونضيف لهم 700 مل ماء دافئ و3/4 كوب لبن رايب و3/4 كوب زيت زيتون مخلوط مع زيت نباتي نص بنص. أخلط كل المقادير وأغلفهم ببلاستيك تغليف وغطاء قطني لأن الجو بارد علشان أحافظ على حرارة السائل، ومن ثم أتركه 15 دقيقة حتى تنشط معنا الخميرة. بعد مرور 15 دقيقة رح نجهز المواد الجافة. عندي 7 أكواب طحين أبيض وكوبين طحين قمح اللي هو الطحين الأحمر. اسمه أحمر لأنه لونه مائل للبني وموجود فيه كل أجزاء حبة القمح، يعني الحبة بخيرها كامل من خالة وجنين وسويداء. وملعقتين حبة البركة وملعقة طعام غير ممتلئة ملح أو حسب الرغبة. نخلط كل المقادير الجافة مع بعض ونعمل فيهم حفرة صغيرة ونضع فيها سائل التخمير. شوفوا ما شاء الله كيف الخميرة فعالة. ونبدأ بالعجن. هلا وقت العجن من 8 إلى 10 دقائق حتى تصير عندنا العجينة ناعمة الملمس. هون بدي أحكي ملاحظة إنه عجينة الأقراص متوسطة الليونة. آخر إشي رح أنعمها بشوية زيت زيتون علشان أقدر ألمها وأضعها في وعاء نظيف. الوعاء مدهون بزيت زيتون وأرجع أدهن وجهها حتى ما تجف، وأغطيها ببلاستيك تغليف وغطاء قطني في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها. تحتاج تقريبا من ساعة وربع إلى ساعة ونص. وهلأ رح ننتقل للحشوة. حشوتنا لليوم هي بالدجاج. في مقلاة على النار رح أضع زيت زيتون وأضيف لهم 3 حبات بصل حجمهم متوسط. أقلبهم مع الزيت وأخليهم على النار حتى يصير لون البصل شفاف. وبعدين راح أضيف لهم 1200 غرام دجاج. الدجاج مقطع قطع صغيرة أخذته من الأفخاذ والصدور، يعني من كل الدجاجة. هيك تظل معانا الحشوة طرية بعد الاستواء. أقلبهم مع البصل، وأول ما يصير لون الدجاج أبيض أضيف له ملعقة كبيرة كزبرة جافة وملعقة صغيرة بهارات مشكلة ورشة فلفل أسود. نقلبهم مع الدجاج جيدا وأتركهم 5 دقائق. وأول ما تنزل السوائل من الدجاج نضيف لهم 3 حبات بندورة. حجم البندورة متوسطة ومقطعة قطع صغيرة. نحركهم جيدا ومن ثم أضيف لهم الملح حسب الرغبة. نطبخ خلطة الدجاج من دون ما نغطي المقلاة حتى تجف كل السوائل الموجودة في المقلاة. ونضيف لهم الكزبرة الخضراء. كمية الكزبرة حسب رغبتكم، أنا أضفت نصف طماء وإذا بدكم تزيدوا عادي، تعطي طعم كتير طيب وشهي. نخلطها مع الدجاج ومباشرة نرفع المقلاة عن النار ونوزع الحشوة في طبق واسع حتى ما تنزل سوائل عشان تظل جافة. وأتركها بجنب الشباك، ولما تبرد الحشوة أضيف لها ملعقتين كبار دبس رمان وأخلطهم جيدا. وهون بتمنى منكم تتذوق الحشوة حتى تضبطوا الملح والبهارات. وهيك العجينة جاهزة وتركناها ساعة ونص تقريبا حتى تخمرت بهذا الشكل. راح أفرغ منها الهواء، وكالعادة أضع ورق زبدة تحت العجينة عند تقطيعها علشان ما ينقطع مفرش السيليكون. يعني ما شاء الله العجينة كثير ملمسها ناعم زي الزبدة وسهل تشكيلها. وبالعادة أقطع العجينة 4 أقراص كبيرة ومن ثم أقطعها إلى كرات صغيرة، وبهيك نحصل على أقراص أو كرات من العجينة متساوية الحجم قدر الإمكان. طبعا حجم كرات العجينة حسب الرغبة. أنا قطعتهم قطع متوسطة، عملوا معي 38 كرة. راح أدهنهم بزيت وأغطيهم 10 دقائق ليرتاحوا. أنا بالعادة أغطيهم كيس تفريز وغطاء قطني. بعد 15 دقيقة ما شاء الله كرات العجينة اختمروا. راح أخذ كرة وأغطى الباقي. وهون بدي تنتبهوا لما نمد الكرة نخلي معاها شوية سماكة، لأني راح أرجع أضغطها بعد ما أحشيها لتشكيلها، وإذا كانت رقيقة راح تفتح العجينة معي من الأعلى أثناء الخبز. وأضع الحشو فيها بمقدار ملعقة طعام ممتلئة، ومن ثم أجمع أطراف القرص وأكبسهم مع بعض كما هو واضح علشان ما تطلع الحشوة أثناء الخبز. ونضغط على القرص برفق حتى يصير شكله كروي. وهون بدي أحكي لكم إنه في واحدة من الأقراص أنا رققتها وفتحت من الأعلى بعد ما حشيتها وشكلت القرص وضغطت عليه. راح أحط لكم عندها سهم وراح أفرجيكم كيف صار شكلها بعد الخبز عشان نتدارك الأخطاء.
والأقراص لما نجهزهم نحطهم بصواني الخبز. إذا كانت ألمنيوم بتمنى تحطوا ورق زبدة ونغطيهم مباشرة مفرش سفرة أو بلاستيك تغليف حتى ما يجف وجههم. وإذا كانت صواني الخبز غير لاصقة ما في داعي لورق الزبدة. راح أترك الأقراص ترتاح 10 دقائق ومن ثم أخبزهم على فرن محمى مسبقا على حرارة 190 إلى 200 أول رف فوق النار. وأول ما يتحمر الطرف السفلي نحمر وجههم. وهذا القرص اللي حكيت لكم عنه اللي فتح معايا، شوفوا شكله كيف بعد الخبز. ولما تخرج الأقراص من الفرن راح أدهنهم بزيت زيتون، وأول ما ندهنهم بزيت الزيتون يتغير لونهم ويصير وردي ما شاء الله. وأتركهم في صواني الخبز من 3 إلى 4 دقائق حتى تهدأ حرارتهم. وبعدين راح أرفعهم على صدر مغطى بورق ومن ثم أغطيهم بقماش قطني حتى يحافظوا على طراوتهم وما ينشفوا من الهواء. بصراحة وصفة أكثر من رائعة، بتمنى تجربوها وبتمنى منكم دعم قناتي والاشتراك فيها، وشكرا لكم.